Ladies and gentlemen, the champion of Continental Football Championship Thailand. بطل هذه النسخة نسخة تايلاند 2022 هو المنتخب الوطني المغربي. المغرب يظفر باللقب على حساب المنتخب الإيراني. هشام المسرار. بقية الأسماء اليوم سفيان المسرار عفوا، وبقية الأسماء قلت اليوم وجه منتخب قوي. المدرسة الإيرانية تمكنوا من التغلب على هذا المنتخب. هنا في الصورة اسماعيل ودوح سجل هدف من ركلة الجزاء نقطة 10 أمتار على يسار عيان. قالت المهارة والفنيات من خلال إرسال هذا اليوم أمام المنتخب الإيراني. كذلك دار عند ضيف الفتي وحيد مراكز المنتخب الوطني المغربي، وكل الأسماء بدون سيدنا أشرف محمد سعود. عادة كبيرة بالنسبة لابن سوس العالمة، غادي يتمكن من الحصول على خبرها. يحيي المسؤول التايلاندي على الطريقة التايلاندية، تفاعل كبير وابتسامة من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي. إذا نواصل دائما هذه الأجواء الجميلة والرائعة. دريس رئيس الفني واحد من اللاعبين المهاريين والفنيين في المنتخب الوطني المغربي، ومسو اليوم لم نتابعه كثيرا. عثمان بومسو لم يتم إشراكه أظن في مباراة اليوم باستثناء بعض الثواني. لم تكن الذاكرة ضغط المباراة وضغط الفاينل، وفي ذلك الحدث بالطبيعة أنه ركز بشكل كبير على تفاصيل المقابلة فيما يخص الأهداف والسيناريو اللي كان سيناريو مشوق. المنتخب الوطني المغربي عرف كيف يستثمر المعطيات لصالحه. بلال البقاري أسماء المحترفة لبلال سفيان المسرار اللي عادت بعد نهاية مباريات على مستوى الدوري الفرنسي. مراش الاتحاد من المنتخب الوطني الذي تعادل في المباراة الأولى، لكن بعد التحاق العناصر الدولية على منتخب آخر اللي حقق الانتصار في المباراة الثانية، ثم بعد ذلك في المباراة الثالثة أمام المنتخب الموزمبيقي. الكرة من وسط دائما على مستوى هذه الأجواء الرائعة، أجواء حافلة التتويج، وبالوسط هذه القاعة الجميلة الطاقم التقني المرافق للمنتخب الوطني المغربي. كالعادة كل الظروف اللي بيعترض المنتخب الوطني المغربي، وهذه تبقى واحدة من الأمور اللي هذه بالنسبة لي يعني كرة القدم الوطنية. جماعة الملكة المغربية لكرة القدم التي وفرت كل الظروف للمنتخب الوطني المغربي داخل القاعة، سواء كالعادة من خلال تجمعات إعدادية بالمعلمة الرياضية العالمية مركب محمد السادس، وكذلك توفير تربصات إعدادية وتجمعات إعدادية خارج أرض الوطن بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي الذي دخل أجواء هذه المنافسة كبطل القارة الإفريقية وبطل العرب. كذلك الاحتراف فيها يمكن أن يستعمل بالنسبة للأطقم المرافقة للمنتخب الوطني المغربي على كافة الجوانب سواء الإدارية، وكذلك توفير كل الأمور اللوجستيكية لهذا المنتخب صراحة اللي يبقى مفخرة لكرة القدم الوطني بقيادة المدرب هشام كيك. ودور كذلك كان السيد طه المنصوري رئيس الأسرة الوطنية لكرة القدم المتنوعة. سيكون سعيد جدا كما هو الشان بالنسبة لكل المسؤولين بجميع المكان المغربي لكرة القدم على رأسهم السيد فوزي نقجع، وفي مقدمتهم الجمهور المغربي الذي دائما يتفاعل مع هذا الجمهور في ظل ما يقدمه رفقة المدرب هشام كيك. يتساءل أين هي ميدالية هشام كيك؟ يعني كل الميداليات لك يا هشام، كل الألقاب لك، كل الاحترام والتقدير لهشام كيك الذي يقود المنتخب من أجل الفوز باللقب كما قلت سابقا. الكفاءات المغربية حينما يعني ترفع شعار التحدي، وحينما تشتغل بحب وإخلاص وتفاني بإمكانها أن تصل العالمية. عالمية تجعل اليوم وجعلت اليوم من وجهة وسود القاعة لك جميل جدا، ولحظة التتويج بالنسبة لهذا المنتخب الذي يواجه الآن أقوى المنتخبات العالمية التي تعتبر لقاء المنتخب الوطني المغربي شرف لكل المنتخبات، ولتؤكد يعني أن المنتخب الوطني المغربي منتخب من المنتخبات الكبيرة على الصعيد الكاري على الصعيد العالمي. هنيئا للمنتخب الوطني المغربي التتويج ببطولة القارات 2022. هنيئا لكل هذا
الرئيسية الأرجنتين البرتغال. بقية التألق والقصة تعرفونها من طرف المدرب هشام الكيك رفقة المنتخب الوطني المغربي. داخل القاعدة من الشمس الأسود تظهر بتايلاند، وأسود الأطلس يسأرون بقلب تايلاند ويتمكنون من التتويج بلقب هذه البطولة القارية. هنيئا للمنتخب الوطني المغربي، هنيئا لكل الجماهير التي تفاعلت ودعمت وساندت المنتخب الوطني المغربي. إذا بهذه الصور الجميلة والاحتفالية